السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيكه لا تنسيكم في جميع الكيكات. صراحه المذاق خطير والشكل رائع. كيكه ديال الجزر او خيزو، ضروري ما تجربوها، غتولي معتمده عندكم. بقاو معايا ندوزو للطريقه ومقادير التحضير. هنا غادي نحتاجو واحد 3 البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. هنا عندي 3 البيضات متوسطين، الا كانوا صغار ديروا 4، الا كانوا هكا متوسطين او كبار 3 راه كافيين. صافي البنات، انا هنا ديما تنخلط السوائل في الطراب الكهربائي. صافي، هنا وريتكم البنات واحد ساشي ديال زهرة البرتقال، فيها واحد النسمة رائعة البنات، تجي خطيرة. جربوا البنات هاد الكيكة، غتولي معتمدة عندكم وغتنسيكم في الكيكات الاخرين. انا درت نص كاس ديال السكر سنيدة ونص كاس ديال الزيت. صافي البنات، هادو وواحد دانون فاني. يمكن لكم تستغناو على دانون فاني، ولكن حتى هو تيجي فيه صراحة زوين. غنخلط هاد المكونات هانتوما البنات، واحد دانون فاني، ونخلط المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي. الا ما بغيتوش فقط استعملوا غير يدويا، خلطوا غير بسميتو. انا كنفضل هكا دغيا كنسربي. صافي، انا خلطت السوائل، بقى لنا نزيد دابا النواشف معكم وانتم بقاو معايا. البنات، هنا الخلط الكهربائي كيذوب لكم السكر مزيان وكيخلط لكم البيض مزيان، صراحة عملي. هنا عندي 2 معالق يكونوا عامرين مزيان بالقرقاع او بالقرقاع مطحون، وهنا معلقة صغيرة ديال القرفة. صافي، ونخلط عاوتاني المكونات باش ينسجموا. عرفتي البنات، واحد المذاق رائع ومختلفة على الكيكات العاديين صراحة. ضروري ما تجربوها، كتجي طوب. وهنا عندي واحد الكاس ديال الجزر محكوك في الحكاكه للجهه الغليظه. صافي البنات، وغنخلطوا المكونات مع بعضياتهم كما هو موضح في الصوره. جربوها البنات، جربوها غير فاش كتكون كطيب، راه واحد الريحه بقات تشموها يا سلام. ضروري ما تجربوها، غتولي معتمده عندكم وما تقدوش باقي تسخاو بها. غتنسيكم في الكيكات ديال الفاني والكيكات العاديين، صراحه زوينه. صافي، هنا الدقيق بالتدريج. انا هنايا احتاجيت 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. الدقيق راه تيكون الدقيق اللي كيتشرب، يقدر تحتاجو غير كاس ونص، وكاين العكس عاوتاني الدقيق اللي خاصك ضروري تبقاي تزيدي تتشوفي. صافي البنات، انا هنا خدات معايا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. هنا صافي مستمر بهكا بالتخليط، وغادي نضيف 14 غرام من الخميره الكيميائيه. صافي، ونعاود نخلط كلشي مع بعضياتهم. في هذه الاثناء البنات، قبل ما تكونوا كتخلطوا في الكيكه ديالكم، تكونوا وجدتوا المول وتكونوا دهنتوه ودرتوه في الثلاجه بما وجدتوا الخليط ديال الكيكه ديالكم. هاد الطريقه ما تخافوش انه تلصق ليكم وتتخرج الكيكه رائعه ومحمره. ديما المول سبقوه هو الاولى، دهنوا وديروا في الثلاجه، عاد خلطوا الخليط ديالكم. هادشي اللي كاين البنات. صافي، هنا كنضيف الدقيق بالتدريج وكنشوف نشوف واش هي هذيك، واش باقي خاصها الدقيق ولا لا. صافي، هنا باقي زدت. المهم انا راه عطيتكم العبار اللي دات ليا. درت 2 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين مزيان. صافي، نستمر بهذه الكيفيه وانا كنخلط. ما تنساونيش الا وصلتوا حتى لهنا بواحد جيم وواحد كومونتير محفز باش نستمروا في العطاء ونجيب لكم كل ما هو مفيد وجديد، وصراحة اللي وصفات ناجحة 100%. هانتوما البنات، هنا صافي راه وجدات. غادي نجيب المول، اي مول عندكم كيف ما بغى يكون، دهنوه مزيان بالزبده والزيت. انا استعملت هذا المول ديال الكرانيت، يقدر ديروا المول الدائري ولا المول اختيار ليكم. صافي، انا درتها في هذا، راه ديجا قلت لكم دهنته ودرته في الثلاجه بما وجدت الخليط ديالي. بالنسبه انا طيبتها في الفران ديال الغاز، يكون بارد من قبل. صافي، والعافيه تكون مهيله وخليتها طابت على خاطرها. بما كتدي 45 دقيقه كاع، حيت انا ما كنجهدش عليها البوطه، كدي ديك 45 دقيقه كتجي محمره وطيبه ومفشه وزوينه. هيا البنات، صافي غادي نديرها في الفران طيب ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها.
ها هي البنات فاش طابت جات رائعة ومحمرة، واحد الرائحة وتا المذاق، واعر واعر صراحة، تستحق التجربة. ضروري ما تجربوها، وخليو عليا في كومونتير غتولي معتمدة عندكم. ها هي البنات كما شفتوا جات محمرة وزوينة ومفشة وخطيرة. وخلاص التزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد وطريقة التزيين ديالو كل واحد. والبنات هذه ديال الجزر صراحة الا كان عندكم الكريمة كريم شونتيه او كريم هولالا ديروها، قسموها على جوج من الوسط وعمروها بكريم شونتي، راه كتجي خطيره. انا صراحه ما متواجداش عندي دابا، فقط غير رشيت عليها واحد شويه العسل وشويه الكوك فقط، صافي تزيين بسيط. ولكن راه هذه كتوالم مع الكريم، كتجي مع خطيره وزوينه. صافي هنا البنات وصلت الاخر ديال الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه. والا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي فكنتمنى انكم تفعلوا الجرس وتشتركوا وتخليوا كومنتير محفز باش يوصلكم كل ما هو جديد. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.